لقد وضعت في هذا المشروع الطاقة المتجددة كلها من الطاقة المائية والطاقة الشمسية والطاقة الريحية. حسنا، فنبدأ بالطاقة المتجددة. الطاقة المائية تعرف الطاقة المائية بأنها أحد أشكال الطاقة المتجددة والتي يتم إنتاجها باستخدام مياه الأنهار والسدود، حيث يتم الحصول على هذه الطاقة عن طريق الاستفادة من تدفق مياه الأنهار والسدود، والتي تعمل على تحالف شفرات توربينات لإنتاج طاقة ميكانيكية، ومن ثم يقوم مولد محول هذه الطاقة إلى طاقة كهربائية. الطاقة الشمسية هي الضوء والحرارة المنبعثة من الشمس، ولهذه الطاقة أهمية كبيرة في الكرة الأرضية، فجميع الكائنات الحية على الأرض تعتمد على طاقة الشمس، فهي مصدر أساسي لعملية البناء الضوئي للكائنات الحية جميعها على قيد الحياة. الطاقة الريحية مستخرجة من الطاقة الحركية الرياح بواسطة استخدام عنفات الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهي تعتبر من أنواع الطاقة الكهروميكانيكية. تعد الطاقة أحد أنواع الطاقة المتجددة التي انتشر استخدامها. ما مراحل إعداد هذا المشروع؟ بماذا بدأت؟ كيف أتممته؟ وأخذ بعض الأوراق وقطعها إلى مستطيلات صغيرة وحولها إلى هذه المراوح. ماذا عن الطاقة الشمسية؟ لقد أخذت قطعة من الورق الأبيض ووضعتها على قطعة كرتون صغيرة ولونتها باللون الأزرق وصبغتها باللون الأزرق. والطاقة المائية لقد أخذت قطعة من الورق الأبيض وقمت بإلصاقها بهذا الشكل كالخروف ولونتها باللون الأزرق متجددا. كما أن هذه الأنواع من الطاقة المتجددة هي الأكثر استعمالا في جميع الطاقة المتجددة، فهذه يستطيع أن يستخدمها الشخص العادي، بينما هذه مثل مثلا المراوح تستخدم لعدة أشخاص، وقد تستطيع أن تدخل الكهرباء لعدة منازل فقط بحقل من المراوح. بالنسبة للطاقات غير المتجددة ما هي؟ الطاقة النووية من الطاقة الفوسفورية وعدة من الطاقات. نعم. هل هي معرضة للنفاذ أم أنها ستبقى؟ نعم، هي معرضة للنفاذ. لديها ميزات أخرى. هل يمكن أن تذكروا لنا مميزات الطاقة المتجددة وعلاقتها بالبيئة؟ الطاقة المتجددة هي طاقة لا تلوث الهواء ولا تضر بصحة الإنسان والحيوانات والكائنات الحية. أما الطاقة الأحفورية فهي طاقة تضر بالهواء وتلوثه. وهناك أيضا وتستطيع أيضا الطاقة المتجددة أن تكون طاقة مفيدة للبيئة دون أن نحولها إلى كهرباء. مثلا الطاقة الشمسية تساعدنا في التركيب الضوئي وتساعدنا في عدة أشياء أخرى. الطاقة الريحية كانت تستعمل من قدم لطهي الهلال وأيضا ولرفع المياه من الأنهار والسدود.